يا مرحبا يا مرحبا. الحمد لله على السلامة. شو سويت؟ باكستان. ايش؟ باكستان يا واكل. شكل؟ باكستان. كستنة اسمها باكستان. جيرتكم هناك. خذ الجيرة. تفضل. كيف الحال؟ طلعت من الشري بعد عمري عسى ما تشوه جمالي. بسم الله عليك بسم الله عليك. بس قل لها عاد انت قل لها تخفي يدها شوي. من خفي يدها شوي. ترى العالم كله يعرفون الموضوع. شو الموضوع؟ كل الدنيا تجري. وش سبب الشم هذه اللي البدوة. يعني مو مني انا سمعت من العالم انه يعني الشيء اللي صار والتشويه بسبب يعني انه الآنسة يعني زوجتك هي اللي اي انسه. زوجتك اللي هي مدمه زوجتي مدام بانسه اجلس على حمار موجود حق الحمار ذا. اسمع يقول مرتي انسه مرتي. امال الاخ ده ايش وضعه؟ اي والله. يعني أنسة مو متزوجة. لا مو متزوجه المدام متزوجه. اي والله. يعني مدام المهم انه يعني المدام يعني هذا هي اللي كانت السبب في اللي صار. وانا ماني بضد هذا الشيء. هذه خلافات عائليه تحصل في كل البيوت والخلافات هذه ملح الحياه. انا اللي ضد انها تخرج الخلافات هذه برا البيوت وتبقى اثارها هنا. يعني المتداول عندي وعند العالم. وانا سمعت لا بالله قلت لك انا سامع هذا الموضوع هذا انه يعني المدام الله يحفظها انه يعني خابزتك بالمقلاة. هذا انت سامع بس. كيف انت ويانا في البيت انت؟ يقول لك سامع انه يعني سامع زي هذا يعني كانت بينكم خلافات وهذه تصير. لا يابا شنو بالمقلة يا ما حد يطلع الكلام الا انت الفتيني. انا عارف. انا اقول يعني مشاكل عائليه تصير. تخرب بيوتنا. تخرب وشيف ما لك شغل فيني انا يا مرتي وبيتي. صح. لا تتدخل بالمقلة ولا بالسرندل هذا شيء. ما لك شغل. اي شيء انا غابل منه. احنا نبي امك عصافير في البيت تطقني بالمقلة. لا ما تطقني هي. اي والله سامع هذا سامع. ما توصل في المقلة.